البديع في سره وإحكامه، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق وأكبرهم في الدارين حظا مغفورا، صلى الله عليه وعلى آله الذين سعوا سعيا رابحا. أيها الإخوة المؤمنون، اعمروا من شهركم هذا جميع الأوقات بما تيسر من الصلاة والقراءة والذكر وأنواع القربات، فتصبيحة واحدة في رمضان أفضل من 1000 تصبيحة فيما سواه من الأزمان. وأكثروا في الاستغفار من ذنوبكم، واذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم، وصونوا قربة الصيام بما يكثر من صفها أو يعود على الحسنات بمحوها، فإنه كما يضاعف في هذا الشهر صواب الحسنات كذلك يضاعف فيه جزاء السيئات. اللهم قابل سيئاتنا بالإحسان وعاملنا بما أنت أهله يا رحيم يا رحمن. الذي جعل الجنة دار إقامة لمن اتقى ربه وخاف مقامه وموأ للمتقين خلفا وقصرا. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أفضل الخلق وأكبرهم في الدارين حظا موفورا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله في السر والعلانية، ولا تثقلنكم عن التقوى هذه الدار الفانية، وتأهبوا للقاء السهر الوارد الوافد باليمن والخير والبركة. فيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم لصحبه: جاءكم المطهر، الجنة تفتح في لياليه وأيامه، والحور تتزين للمعتنين بصيامه وقيامه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان أمر الله الملائكة أن يكفوا عن التصبيح ويستغفروا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. جعلني الله وإياكم من الفائزين برحمته المخلصين فيه من عذابه والنقمة. أغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين.